هل فعلا كاس العالم للانديه اتلغى؟ طب الاهلي لو هيلعب النسخه الجايه دي، امال بيراميدز بطل افريقيا هيلعب فين؟ وازاي البطوله بقت تتلعب مره كل 4 سنين بدل ما كانت كل سنه؟ وايه قصه النظام الجديد اللي قلب علينا الدنيا ده؟ يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال. معاك احمد حسن، ودي اولى حلقاتنا لتغطيتنا للمونديال. أمريكا 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 شيكا بيكا. فوقتنا اللي فاتت دي. كاس العالم للأندية ظهر لأول مرة سنة 2000، وكان بشكل عشوائي لحد ما تيجي سنة 2005 وبقى بشكل منظم أكتر، بيتلعب مرة كل سنة بالنظام ال7 فرق، بطل كل قارة والبلد اللي هتستضيف الكلام ده. أصل مش منطقي يكون عندكم ضيوف وأمك تحط لهم فاكهة مثلا، مش هتعمل حسابك في طبق، أكيد لازم تشارك معاهم. وكالعادة وزي ما احنا كنا صغيرين وبنقول على طول ومتعودين، صاحب الكورة لا بيقعد دكة ولا بيقف جون ولا بيعرف يلعب. النظام كان بسيط، لكن البطولة ما كانتش بتشد الانتباه زي كاس العالم بتاع المنتخبات. فيفا قالت لك لا، انا ما ينفعنيش الكلام ده، ما ينفعنيش. انا عايز اعمل بطولة اللي يكسبها يكون بطل عالم فعلا، مش هجيب 7 فرق وفي فرقة من قارة معينة تيجي تلعب لها ماتش ولا 2 ويتقال عليها بطل عالم، ومش هقول ان الفرقة دي هي بطل اوروبا عشان تيجي اخيرا ولاول مرة يحصل تجديد جذري في البطولة. النسخة الجاية اللي هتتلعب في امريكا ديت هتكون مكونة من 32 فريق بدل 7 فرق، يعني اول مونديال اندية حقيقي، بطولة طويلة فيها مجموعات وتصفيات وخروج المغلوب. ويجي سؤال مهم جدا دلوقتي، هو ال 32 فريق دول هنختارهم على اساس ايه؟ فيفا قالت لك هيكون في 12 فريق من اوروبا، ده مبدئيا كده بكل عنصرية، وهياخد 6 فرق من امريكا الجنوبية و4 فرق من افريقيا واسيا وامريكا الشمالية، وطبعا بطل اوقيانوسيا والبلد المنظم. طب سؤال تاني، فريق زي النادي الاهلي مثلا لو خد البطولة في ال4 سنين أكتر من مرة، هل كده بقى ليه مكانين يعني في البطولة ولا إيه؟ أنا عايز أفهم. لا برضه مش هتبقى كده، والله ساعتها ممكن فريق زي الزمالك حتى لو ما خدش أفريقيا يشارك. طب ده ممكن يحصل إزاي؟ عن طريق تصنيف وأرقام وتقييم ونتائج المباريات وإلخ من آخر وحسب مزاج الفيفا. لكن المهم إن الأهلي ساعتها هيبقى برضه حاجز مكان واحد بس. الجميل دلوقتي في الموضوع إنك هتبدأ تشوف أندية زي ريال مدريد، مانشستر سيتي، وممكن تشيلسي وغيرها من فرق إيطاليا وأفريقيا وأوروبا واسيا ويعني حاجه بالصلاه على النبي هتمتعك. طب ليه دي حاجه حلوه ووحشه برضه في نفس الوقت؟ علشان المفاجاه الكبيره فكره ان البطوله تتلعب مره كل 4 سنين، يعني بطل 2025 و26 و27 و28 هيفضل قاعد مستني النسخه الجايه بعد 4 سنين، فانت تبقى قاعد مستنيها كل فين وفين. طب هو ينفع الكلام ده؟ يعني انا اخد بطل اوروبا او بطل افريقيا وما اعملش اي حاجه في السنه، ما اخدش اي ميزه؟ لا ما تخافش، رجعنا لك الانتر كونتيننتال، ده ايه دي كمان؟ يعني حاجه كده مجمعه شبه نظام كاس العالم القديم، وكان بتتلعب برضه سابقا وادينا احييناها يا عم. بطوله غريبه كده، بتبقى برضه نظام تصفيات، مش عارف بطل المحيط الاحمر على المحيط الابيض على مش عارف ايه، وزي ما حصل كده يعني في الوطن العربي والاهلي قابل العين في صفحه معاه فراح مش عارف فين وخلصت في الاخر، وبيجي بطل اوروبا برضه يلعب له ماتشين، وانا بطل العالم بتاع الانتر كونتيننتال والاولمبياد دي كانت عندي في البيت. وده اللي خلق لخبطه كبيره جدا عند كتير من الناس، وانا كنت واحد منهم. انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل والدنيا فيها ايه. اصل مش منطقي بيراميدز ياخد بطوله ويفضل قاعد عليها 4 سنين، يعني عايز اعمل اي حاجه، عايز احس اني انجزت يا جدعان، انا بطل قاره مش بطل خاره يعني ولا شارع. تفتكر بطوله زي دي هتكون فعلا تاريخيه؟ لانها هتكون بطوله بتتعمل مره كل 4 سنين، كرنفال رياضي بنستناه كل فين وفين، ما يقلش ابدا عن كاس العالم بتاع المنتخبات، وبنشوف فيه كل الفرق القويه، ريال مدريد، برشلونه، ولف بينا يا دنيا ودخلنا الطاحونه، واللي هيكسبها هو فعلا هنحس ان هو بطل عالم بحقه حقيقي. ده غير الجوائز الماليه وحجم البطوله والجماهير والشو الاعلامي والبروباجندا اللي هيحصل لها، حدث لا يقل اهميه عن اي بطوله تانية بصراحه. بس يجي اخيرا السؤال الاهم، هل هتكون اقوى من كاس العالم بتاع المنتخبات؟ عندنا انديه كتير، على سبيل المثال في افريقيا والوطن العربي النادي الاهلي المصري، او ريال مدريد في اوروبا. الانديه دي جماهيرها بتكون اكبر من المنتخبات، لانه بيجمع كل الجمهور اللي بيشجع مصر وكل الجمهور اللي بيشجع اسبانيا وغيرها من الدول التانية. اما المنتخب هو مقتصر فقط على الشعب بتاعه. ده غير الاحداث المتتاليه واللي على طول بتحصل، يعني النادي دايما بيلعب بطولات ودايما بيلعب مباريات ودايما بيكسب وبيخسر، وعلى طول في الصوره وقاعدين طول السنه بنشوف بيحصل ايه. على عكس المنتخبات كل فين وفين لما نشوف توقف دولي او يقول لك تعالى عشان المنتخب هيلعب، وفين وفين خليني لما نلاقي بطوله
بطوله مجمعه كل سنتين او 4 سنين حتى. فهل الضجه الكبيره اللي بتحصل على الانديه بشكل طبيعي كل سنه لان دي البطولات الرسميه المنتظمه هتكون سبب كافي ان هي تخلي الاهتمام الاكبر لبطوله كاس العالم للانديه يتخطى الشو اللي بتاخده المنتخبات؟ والله بقى ده اللي هنعرفه مع الوقت. دي كانت كل معلوماتنا النهارده اللي اقدر اقدمها لك عن البطوله، وواحده واحده بنسخن وهنغطي لك كل حاجه يا رجوله. ويا ترى فعلا البطوله دي بعد شهر من دلوقتي هتثبت لنا ان هي اقوى من كاس العالم؟ عاوز اسمع رايك بصراحه في النقطه دي، ان هي نقطه محيره. كان معاك المذيع والاعلامي وصانع المحتوى واي حاجه لها علاقه بالتقديم قدام الكاميرا يا احمد حسن. مستنيك في الفيديوهات الجايه. في الاخر عشان ننجز ما تنساش تعمل لايك وشير عشان ده اللي بيخلي الحلقات تتشاف. وادي ام السكريبت يا عم مش هنتكلم تاني. سلام.